الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه. لكن هناك خطأ يقوم به أكثر المصلين إن لم يكن جلهم أو كلهم، وهو عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقولون ربنا لك الحمد، والأصل أن يقولوا كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، لأن هذا ورد الانتقال من الركوع إلى القيام. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.